السودان، وتم تغيير المناهج التعليمية لفرض الفكر الجمهوري الضال على أطفال السودان. بالإضافة إلى ذلك قاموا باستخدام النيابة لتلفيق التهم واعتقال الخصوم السياسيين لمدة تجاوزت 3 سنوات دون محاكمات. لم يكتفوا بذلك، حيث قرر اليسار في حربه اليائسة ضد أهل السودان وعقيدتهم وقيمهم أن يستعين ويستقوى بالخارج، ممثلا في الأمم المتحدة وبعثة فولكر، كي يقوموا بفرض المشروع العلماني اليساري جبرا على شعب السودان. فأرسل حمدوك خطابا طالبا فيه من الأمم المتحدة إرسال بعثة شاملة تدير كل الشأن السوداني سياسيا وأمنيا وقانونيا وتشريعيا. وهذا هو أحد قادتهم، محمد جلال هاشم، الذي لا يعرفه السودانيين لا اسما ولا رسما، فهو كغيره من أهل حزبه لا يعملون إلا في الظلام ولا يخرجون للضوء إلا على رائحة الدم والبارود. تحدث محمد جلال هاشم في محاضرة مشهورة عن تفكيك السودان طوبة طوبة إن لم يرضخ شعبه للحكم العلماني. تفكيك السودان ده طوبة طوبة ولن تقوم له قائمة، وكل ما ينفصل جزء يتحد مع الجزء الباقي لغاية ما نحرر السودان بالقطاعي. إذا استعصى علينا أن نبني السودان الجديد بالجملة سوف نبنيه بالقطاعي. وتحدث عن خطواتهم القادمة، وهي اجتياح العاصمة بواسطة حركات مسلحة شيوعية كحركة عبد الواحد نور وحركة عبد العزيز الحلو، ليتكون من جيشهما بعد الاجتياح جيش السودان الجديد ثم شرطته وأمنه. في كتابي أنا قلت سيناريو جديد، ثورة شعبية جديدة، لكن ليست بالطريقة بتاعت أكتوبر وأبريل. ثورة شعبية بالنموذج بتاع الثورة المهدية، ثورة شعبية نعم لكنها مسلحة. أنا ما شايف في الأفق غير ده، وده ما أسميته سيناريو شرق أفريقيا. ما هو سيناريو شرق أفريقيا؟ سيناريو شرق أفريقيا تجي حركة مسلحة اجتاح العاصمة، من جيش يجي الجيش الجديد، من جيش يجي الأمن الجديد، من جيش يجي البوليس الجديد. وأخيرا جاءت محاضرة القيادي الشيوعي السابق والجمهوري المتطرف الباغر العفيف، صارخة ومتطرفة أشد ما يكون التطرف، وهي تدعو لجان المقاومة إلى تفكيك الجيش والشرطة والقضاء واجتياح كل الدواوين الحكومية واستلامها واحتلالها بلا رجعة، وتكوين الحكومات البديلة ابتداء بمجلس الوزراء والقصر الجمهوري وحكومات الولايات والمحليات. نحن بننتزعها بالقوة. هنا بيجي السؤال الكبير، انت ما بتقدر تنتزع السلطة وانت ما عندك بندقية، وانت ما عايز تكون عندك بندقية، وما مفروض تكون عندك بندقية. طيب بتجيك كيف؟ لو انتوا كلجان مقاومة ده المفروض يكون همكم، نمشي نستلم المحليات يا الشعب السوداني يا ثوار السودان، اليوم الفلاني تمشوا كلكم تستولوا على المحليات، نصبوا ممثلينكم الشرعيين في المحليات استولوا عليها. خطط اليسار والشيوعي لكل شيء على خداع وتضليل الشعب السوداني، فإن لم يستجب طوعا أجبروه بالدماء وكسروا إرادته بالقتل والتنكيل، وتاريخهم يشهد عليهم بذلك، من لدن مذبحة الجزيرة أبا ومذبحة والنباوي ومذبحة قصر الضيافة وانقلاب هاشم العطاء. ظلوا حربا على السودان وأهله، فما إن تمرد قرن إلا وكانوا له سندا وعضدا. حاربوا معه نميري وسوار الذهب والديمقراطية الثالثة والإنغاذ، وما زالوا يتوعدون السودان وأهله بالحرب والدمار إن لم يرضخ لهم. فهل سيسمح اليسار بانتهاء الفترة الانتقالية بسلام وهو يدرك أن الشعب السوداني لن يختاره أبدا عبر صندوق الانتخابات، أم أننا موعودون بنهر دماء جديد؟